تستخدم الجداول لحفظ البيانات على شكل صفوف وأعمدة، بحيث يمثل كل سطر في الجدول سجل أو ريكورد من قاعدة البيانات، بينما يمثل العمود أحد الحقول فيلد لقاعدة البيانات. ولإنشاء قاعدة بيانات جديدة نختار blank database من لوحة الوظائف new file، فيظهر المربع الحواري file new database، فندخل اسم لقاعدة البيانات في الخانة file name وليكن my database، ثم نضغط على مفتاح create، فيتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة وتظهر النافذة database الخاصة بالتعامل مع العناصر المختلفة لقواعد البيانات، فنضغط على مفتاح maximize لتكبير هذه النافذة. وكما نرى أن البرنامج يوفر 3 طرق لإنشاء الجدول. الطريقة الأولى باستخدام طريقة العرض التصميمي Design View، والطريقة الثانية باستخدام معالج الجداول Wizard، والطريقة الثالثة باستخدام إدخال البيانات Entering Data. وسوف نتعرف في الخطوات القادمة على كيفية إنشاء الجداول باستخدام هذه الطرق المختلفة. وعند استخدام معالج الجداول Table Wizard لإنشاء الجداول، فإنه يقوم بإظهار عدة جداول سابقة الإعداد، حيث يمكننا تحديد الجدول الذي نريد إنشاؤه، كما يمكننا أيضا تحديد حقول هذا الجدول. وللمزيد من المرونة والتحكم في خواص الحقول Field، يتم استخدام طريقة العرض Design View، وتسمح لنا هذه الطريقة إنشاء الجداول بتحديد تفاصيل الجداول، مثل تعيين نوع البيانات Data Type المستخدم مع جميع الحقول. أما طريقة العرض Data Sheet View فتستخدم إذا أردنا إنشاء جدول عن طريق إدخال بيانات هذا الجدول مباشرة. وعند حفظ هذا الجدول فإن برنامج Access XD يحلل البيانات التي تم إدخالها في هذا الجدول، ثم يقوم بتعيين نوع البيانات Data Type المناسب لكل حقل على حسب البيانات التي تم إدخالها في هذا الحقل. وفي كل جدول يتم إنشاؤه داخل قاعدة البيانات يفضل تعيين مفتاح أساسي Primary Key لكل جدول، ويمكن تعيين أي حقل لا يتم تكرار البيانات فيه كمفتاح أساسي Primary Key. ويعمل المفتاح الأساسي Primary Key على التمييز بين السجلات داخل الجدول الواحد. وهناك 3 أنواع من المفاتيح الأساسية Primary Keys: النوع الأول Auto Number، والثاني Single Field، والثالث Multiple Field. ولإنشاء مفتاح أساسي من النوع Auto Number لابد من إنشاء حقل داخل الجدول له نوع البيانات Auto Number، وهذا النوع من الحقول يعمل على تعيين رقم متتالي مختلف لكل سجل بصورة تلقائية، ولهذا فإنه لا يمكن تكرار البيانات داخل هذا الحقل. أما إذا كان لدينا أحد الحقول التي لا يمكن تكرار البيانات بداخلها مثل حقل التعريف ID Number، فيمكن استخدام هذا الحقل كمفتاح أساسي، ويسمى هذا النوع Single Field. ويجب ملاحظة أن برنامج Access XD لا يسمح بتعيين مفتاح أساسي للحقول التي تحتوي على بيانات مكررة، أو للحقول التي تحتوي على قيم خالية Null Values. أما إذا كان الجدول لا يحتوي على حقل لا يمكن تكرار البيانات به، فيمكننا إنشاء حقل من النوع Auto Number لهذا الجدول واستخدامه كمفتاح أساسي. كما يمكننا استخدام أكثر من حقل Multiple Field كمفتاح أساسي للجدول. ولتعيين أكثر من حقل كمفتاح أساسي للجدول يتم اختيار حقلان أو أكثر، بحيث لا يمكن تكرار بيانات هذه الحقول ككل داخل الجدول. وفي الأجزاء القادمة سوف نتعرف على كيفية إنشاء الجداول بجميع الطرق التي ذكرناها، كما سنتعرف أيضا على كيفية إضافة وحذف المفتاح الأساسي Primary Key.